نيجي بقى لأكتر الوجبات اللي بحبها جدا جدا، ده الموسم بتاعها، وفي نفس الوقت موفرة جدا جدا ومغذية ومتكاملة. وجبة الرز بالفول الحراتي. بعشقها جدا. انا ولعتلكوا الفلاش عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها خطير، وده موسم الفول الحراتي. في الموسم بتاعه احنا بنجيبه مفصصه، ممكن تجيبي كميه وتشيلي في الفريزر زي البسله كده، وبتطلعيها. طلعي الفول الحراتي تشوحيه مع الزبده مع الزيت مع البصل والثوم. انا كان عندي حوايج قطعتها شوحتها برضو معاه. وبعد ما بيتشوح كده مع البصل والثوم والحاجات دي كلها والتوابل، بتروحي منزله عليه الرز وتقلبيه مع الملح، وبعد كده تضيفي الميه المغليه كأنك بتسوي الرز عادي، فبيطلع في الاخر بالشكل الجميل ده. هي طبعا من الوجبات المتكامله، وعامله جنبه طبق سلطه، فانت كده عندك كل العناصر المتكامله بتاعه الوجبه المثاليه موجوده فيه. ده غير انها موفره وطعمها لذيذ جدا. او عايزه اقول لكم برضو ان الوجبه دي من الوجبات الحلوه جدا ومهمه جدا للاطفال. كمان الفول الحراتي لما بيستوي وتيجوا تاكلوه كده بيبقى دايب في البق ولو متبلينه صح بقى بتلاقوا طعمه جميل جدا مع الرز. اوريكم ده كده بعد ما غرفناه. ادي السلطه بتاعتنا الجميله بالزعتر. فهي وجبه غذائيه متكامله وصحيه.